نحن مقبلين هذه الأيام على مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فليبتهج كل مؤمن وكل مسلم، ولنسعد بهذه المناسبة العظيمة للمؤمنين فقط. أما أولئك الذين لا يفرحوا بمولد رسول الله فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غنى عنهم. عموما كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله مولد رسول الله هو دائما بعد كل مولد يكون فيه أو بعده فتح عظيم. نهنئ القيادة السياسية وسماحة سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واللجان الشعبية والمجاهدين والقوى الصاروخية بالانتصارات العظيمة التي تحققها هذه الأيام، التي في المخاء وفي صحن الجن. المهم لا عاد خلوا لا صحن ولا مقلع، تكوا أبدتم ولا عاد خلوا ضاصة، لكن ولا زد بقى واحد. إن شاء الله احنا متعودين بعد كل مولد بقى فتح عظيم ونصر عظيم وكبير جدا. نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح مارب. تحية. تخيلوا هذا العماء يجي يوعظك على حب النبي. تخيلوا هذا التافه اللي ما اقتديش بأخلاق النبي جاي يقنعك على المولد النبوي. هذه الحوثيين تشوف أعمالهم أعمال كفار قريش، أخلاقهم أخلاق اليهود والنصارى. إذا عض اليهود والنصارى عندهم أخلاق والله. ويجي يقنعوك إنهم يحبون النبي ويشو يوعظوك. هذه العينات حق الحوثيين. هذه فعلا إذا أردت أن تعرف متى يكذب الحوثي خلوه يفتح فمه بس. أي هدري تعرف إنه كذاب. هذا النطيحة هذا يكرم عند الحوثيين، هذا يكرم عند الحوثيين من يحيى سريع. هذا بالنسبة لهم هامة. هذا يقول لك فتح، لما أركن عليك تفتح باب عمارة. أنت يعلم الله من فتحك وأنت جاهل. أستغفر بالله. هذا مؤمن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحين رايح يعني النبي لو هو موجود وشافك وأنت بالتفاهة هذه والسذاجة والانحطاط والرخص بيفرح انك رايح تحتفل. انت يشتي لك الحين نبي لحالك ندخلك الاسلام اول حاجه. ما قاد دخلتش الاسلام ولا تعرف اخلاق الاسلام ولا قيم الرجال ولا قيم المسلمين، وقادك توعظنا وقادك تشتت حن المخاء ومارب ولا يبقي واحد، وهم مؤمنين زيك ويمنيين يا تبيع. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا والتافه هذا هذا قدو من الكبار حق الحوثيين البرزة حقهم بالإعلام. هذا قدو البرزة حقهم. تخيل كيف اللي تحته. تخيل هذه العينات الحين تدعي إنها أحفاد رسول الله. أراك بالله الأشكال هذه. أنت حتى أبو جهل ما نخليش حفيده والله. أبو جهل لا يدي أبوك ويقلده جلد. عاد فيهم شوي نخوة وشهامة كفار قريش والله. داري واحد من سادة كفار قريش ولا من الجاهلية كان منحط زيه كذا. شوف يا عزيزي المواطن اليمني، هي رسالة من مواطن يمني ينتمي لله وللدين أولا ثم لتراب الوطن. أنت أداة يستخدموك من أجل إظهارهم للعالم على أن لديهم قاعدة جماهيرية وحشد شعبي. عندما تخرج إلى 70 في كل جمعة متحججين بنصرة إخواننا في غزة، هم يريدون أن يظهرون للعالم على أن لدى عبد الملك الحوثي قاعدة جماهيرية، وهذه العينة هي الجماهيرية حقه. إبراهيم الأشموري كلهم مبتسين. عندما يقنعوك على المولد النبوي وأعمالهم أعمال كفار قريش، هم يريدون أن يقنعون العالم على أن لديهم حاضنة شعبية والعالم كلها تلتف حول عبد الملك الحوثي. هم يصورون للعالم هكذا، بعكس بالداخل يقنعوك الاحتفال بالمولد النبوي. يعني هل هم اقتدوا بأخلاق النبي؟ أنا أستحلفك بالله. هل أعمال الحوثيين والمشرفين وقادة المربعات والنطيحة هذا والمتردية، هل هذه هي أخلاق النبي؟ هل أنت مقتنع أن هؤلاء هم يحبون النبي وهم يعملون كل ما نهى عنه النبي ويجتنبون كل ما أمر به؟ كيف اقنعني كيف يحبوا النبي؟ أنا أستحلفك بالله. إذا هذه عيناتهم ومشرفين وقاداتهم من أكبر المجرمين في المناطق اللي تحت سيطرتهم، كيف كانوا دخولهم إلى صنعاء؟ كم فجرت منازل؟ كم اعتقل أبرياء؟ كم شردت أسر؟ هل هذه هي أخلاق النبي؟ فأنت الحين أداة. خليك واعي ومدرك، لا تكون أداة يستخدمك الحوثي
لأجل يصل إلى أهدافه. خليك يمني حر. في الأخير أسأل من الله أن يعيد اليمن بلدا آمنا مطمئنا كما كان عليه وأحسن، وأن يحفظها بعينه الذي لا تنام سائر بلاد المسلمين.